يوم 2 يناير سنة 1972 ولد اسمه جاك ماك كو. جاك ده كان نايم في محطة الأتوبيسات في مدينة شيكاغو، وفجأة لقى راجل داخل عليه بالعربية وبيعرض عليه إن هو يروح يبات عنده علشان المكان اللي هو فيه خطر، والصبح هيبقى يوصله للمكان اللي هو عايزه. الولد وافق وشكره جدا على كرمه، كانش يعرف إن دي هتبقى آخر ليلة في حياته. مين بقى اللي كان في العربية ده؟ جون واين جيسي، مهرج قتل وغتصب 33 شاب في الفترة اللي هي بين 1972 ل 78، يعني كل ده في 6 سنين بس. روحوا البيت وناموا، مصلش اي حاجه. تاني يوم الصبح الولد الصغير قام عمل فطار ليه ولجون، كان نوع من انواع الشكر. حضر البيض ولحم الخنزير، الفطار بتاع الامريكان. طلع عشان يصحي جون ونسي السكينه في ايده اللي كان بيقطع بيها اللحم، وهنا حصلت الكارثه. جون اول ما شافه داخل عليه بالسكينه فكر ان هو رايح يقتله، ومن غير اي تفكير قام سحب السكينه منه ودب دب 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 خلص عليه، صفاه من الاخر، والدم غرق البيت كله حرفيا. ومع ان جون ما كانش ناوي ان هو يقتله، بس جون قال في التحقيقات ان ده كان اجمل شعور هو حسه في حياته، شعور القتل. وبعد ما جون قتله رماه في البدروم اللي تحت البيت وغطاه بالاسمنت عشان ما يسيبش اي اثر ليه. ودي كانت بدايه سلسله من الجرائم هيعملها جون في ال6 سنين الجايين، وهيقتل اكتر من 28 جثه بنفس الطريقه. جون واين جيسي ده شاب اتولد في امريكا، تحديدا مدينه إلينوي سنه 1942. وهو صغير حياته كانت صعبه، وده بسبب ابوه اللي كان طول الوقت يضربه ويشتمه بسبب او من غير سبب. وبمناسبه ابوه كان سكير، يعني كان بيشرب كتير وكده، وكان يجي اخر اليوم يطلع كل القرف ده على الولد الغلبان. وجون اتعرض للتحرش من صاحب ابوه، وقتها كان عنده 7 سنين بس. ولما جون دخل المدرسة جاله مرض القلب، وده طبعا قلل نشاطه وقلل مستواه في الدراسة، وده خلى زمايله اللي معاه في المدرسة يتنمروا عليه. في الفترة دي بدأوا يلاحظوا ان جون بيغمى عليه كتير جدا، ومفيش حد من الدكاترة كان قادر يشخص حالته. قعد 5 سنين كاملين كان بيروح المستشفى ويقعد هناك شهور، ومع ذلك محدش كان عارف ايه المشكلة اللي عنده، لحد ما اكتشفوا ان جون كان عنده جلطة دماغية وتعالج منها من غير ما يعرف. طبعا كل المشاكل دي أثرت على مستواه الدراسي وأثرت على علاقته بالناس، وعشان كده جون شخصيته بقت غريبة ومعقدة. ولما جون جات له الفرصة ان هو يسيب بيته ويسيب اهله وتحديدا ابوه ويهرب، استغل الفرصة وراح قعد في مدينة لاس فيجاس، وساعتها اشتغل مساعد حانوتي. وساعتها جون اتعلم ازاي يغسل الجثث وازاي يكفنها وازاي يدفن. ووقتها كان عنده 15-16 سنه بس، وجون كان بينام في الاوضه اللي جنب اوضه التوابيت اللي كانت في المستشفى. وطبعا ده لان المرتب بتاعه ما كانش بيكفي ان هو يأجر اوضه في فندق او شقه او ايا كان، لحد ما حصل الموقف اللي غير حياه جون. في مره من المرات جون كان واقف بيتفرج على الحانوتي وهو بيكفن جثه. بمجرد ما الحانوتي خلص ومشي، جون بدأ يقرب على الكفن وبدأ يفكه ويتفرج على جثة الشخص الميت اللي قدامه. بعد كده راح حضن الجثة وقعد يحسس عليها. فهم اللي هو كان بيعمله، بس ما قدرش ينكر ان كان في شعور ممتع باللي هو بيعمله ده. بعدها بقى يستغل كل فرصة ان الحانوتي يكون مش موجود ويكرر نفس اللي عمله ده مع جثث تانية. ساعات كان يقعد يتكلم معاهم لحد لما المدير شك فيه وحس ان في حاجة غلط وطرده من الشغل. وساعتها ما كانش قدامه اي اختيار غير ان هو يرجع بيت اهله تاني، وفعلا رجع. وبالرغم من كل القرف اللي جون عاشه وهو صغير، بس هو كان مقرر انه هيبقى انسان ناجح، ومهما حصل مش هيخلي الظروف تمنعه ان هو يبقى انسان كويس. وفعلا جون رجع يدرس، دخل كلية إدارة أعمال. وبعد ما جون اتخرج من الكلية اتعرف على بنت اسمها مارلين ميرز، كانوا شغالين مع بعض في محل أحذية. واهل البنت دي كانوا هم اللي بيديروا مطاعم كنتاكي في المنطقة اللي هم عايشين فيها. المهم ان جون حب البنت دي، وبعد 9 شهور اتجوزوا وخلفوا طفلين. حياتهم كانت سعيده، وجون كان راجل اعمال ناجح، وجنب الوكالات اللي كان بيديرها كان شغال في اعمال البنى، كان بيكسب فلوس كتير جدا، وكان نوعا ما شخص ناجح. جيرانه والناس اللي يعرفوه كانوا شايفين ان هو انسان شاطر وناجح وكريم جدا، وكان بيشوف الشباب اللي محتاجين شغل في المنطقه عنده ويشغلهم معاه، وكان بيديهم مرتبات كويسه جدا. وده خلاه محبوب اكتر في وسط دايره معارفه. من الاخر كده جون لما تشوفه من بعيد تقول عليه شخص ناجح، وكل الناس اللي كانوا حواليه كانوا بيحبوه. ومحدش ابدا كان يتوقع ان الشخص الطيب دوت اللي بيساعد الناس ممكن يبقى قاتل محترف. وقت فراغه او وقت الاجازات عموما كان بيحب يلبس لبس المهرجين وينزل الحفلات اللي فيها اطفال ويقعد يفرحهم ويعمل لهم عروض سحريه والحاجات بتاعه المهرجين. وبكده نقدر نقول ان جون فعلا بنى الحياه اللي هو كان بيتمناها. لكن للاسف المثاليه اللي هو كان عايش فيها دي كانت عباره عن غطا بيداري وراه غريزه القتل اللي كانت جواه. في أغسطس سنة 1967 جون اعتدى جنسيا
على واحد اسمه دونالد فورهيس، وده ولد صغير عنده 15 سنة. وبعد 6 شهور دونالد ما قدرش يخبي اكتر من كده وقال لابوه، ولما ابوه عرف بلغ الشرطة على طول. وفعلا جون اتقبض عليه بتهمة الاعتداء على دونالد، لكنه انكر التهمه وقال لك ان ده مش حقيقي، ولو مش مصدقيني اعملوا لي اختبار كشف الكذب. وفعلا عملوا له الاختبار، بس من كتر التوتر فشل فيه. وقعدت سنه كامله التحقيقات مفتوحه لحد ما هو حس بالذنب واعترف، قال لهم ايوه انا عملت كذا، واتحكم عليه بالسجن 10 سنين. الغريبه ان بعد 18 شهر بس جون خرج من السجن حسن سير وسلوك، رجع يعيش في بيت والدته. وطبعا مراته كانت مستنياه يخرج من السجن عشان تطلب منه الطلاق. فعلا اتطلقوا، ومراته خدت العيال وهو فضل عايش في البيت لوحده. وبعد وقت مش طويل اتعرف على واحده اسمها كارول هوف، ودي بقت مراته التانية. بس لما بدأت تفتش في الماضي بتاعه وعرفت حوار الولد اللي هو اتحرك بيه والكلام ده، طلبت منه الطلاق وسابته عايش لوحده في البيت. وبعدها نفسيته اتدمرت، وقرر ان هو هينتقم من المجتمع. قتل اكتر من 30 شاب، وكانوا كلهم اولاد صغيرين في السن. اغلبهم كان بيجيبهم من بره البلد او بره المنطقه اللي هو عايش فيها، بحيث لو حد ضاع بره المدينه اللي هو فيها اكيد الشرطه مش هتيجي تدور عنده هو. ومنهم كانوا شباب شغالين معاه. وبص بقى الشيطان كان بيعمل ايه، كان بيروح يدور مع الشرطه على الاولاد المفقودين ده بعد ما يقتلهم ويدفنهم في البدروم عنده في البيت. وكان بيروح لعائلات الضحايا ويواسيهم عشان يخفف عنهم الزعل. وطبعا ده كان بيخليه يظهر قدام الناس ان هو شخص طيب. من الاخر جون ما كانش مجرد قاتل عادي، كان شيطان. لبس المهرج اللي كان بيلبسه او مكياج المهرج اللي كان بيعمله على وشه كان قناع تحتيه شيطان حقيقي. تاني ضحية جون بوتكوفيتش، وده ولد صغير عنده 18 سنة. كان شغال مع جون في شركة البنا بتاعته، وهو كان ولد غلبان جدا. بس حصل بينه وبين جون تطشاية بسيطة قوي، غالبا بسبب ان مرتب اتأخر. واتكلم مع جون كذا مرة في موضوع المرتب، لحد ما جون قال له تجيلي بيتي اخر الشهر ونصفي حسابات. وطبعا دي كانت حركة متوقعة جدا من جون اللي بيستدرج الضحايا بتوعه بنفس الطريقة دي، وبعد كده بيعمل اللي بيعمله. ولما الولد وصل لبيت جون، طبعا جون استقبله بابتسامة مزيفة، وقعدوا يشربوا ويهزروا ويضحكوا والدنيا كانت جميلة. وبعد شوية جون قام لبس لبس المهرج وقال له تعالى هعمل لك حركة سحرية. والولد قال له ماشي. جون حط ايده ورا ظهره وراح جايب كلبشات وقال للولد يلبسها له، وهو هيفك ايده منها بحركه سحريه. يعني فعلا جون حط ايده ورا ظهره والولد راح مكلبشه حركه سحريه، راح مطلع ايده الاثنين. طبعا الولد انبهر بالحركه دي جدا وقال له ايه انت لازم تعلمني. قال له بس كده من عيني. خلى الولد حط ايده الاتنين ورا ظهره وراح مكلبشه، وطلع مفيش خدعه ولا سحر ولا شعوذه، بس كان في خرزانه 10 متر جون كان مخبيها تحت الكنبه. طلعها فضل يضرب الواد ويلسوع فيه. جون استغل ان الولد مش هيقدر يعمل حاجه لان هو متكلبش، فضل يعذب فيه ويضرب فيه ويضرب بايده ويضرب بالبنيات ويضرب بالخرزانه عمل كل حاجه. اخرت ما زهق راح خنق الواد لحد ما موته. ولما خلص عمل فيه زي ما عمل في الجثه اللي قبليه ودفنه في البدروم بتاع البيت. ولما الولد ده اختفى اهله بداوا يدوروا عليه بس ملهوش اي اثر. ولما الشرطه كمان راحت تحقق مع جون كان ذكي جدا، قدر ان هو يهرب من كل الاسئله اللي كان ممكن تورطه في الموضوع ده. وفعلا جون قدر يخرج من القضيه دي زي الشعره من العجينه. الجريمة دي من أبشع الجرائم اللي جون عملها، والكلام ده كان 20 ديسمبر سنة 1976. جون قدر إن هو يصطاد عيل من العيال اللي شغالين معاه في شركة من الشركات بتاعته، وكان ولد اسمه جريجوري كان عنده 17 سنة. واليوم ده كانوا شغالين على مشروع والشغل خد وقت طويل جدا والشغل خلص متأخر. فجون عرض على الولد ان هو يروح معاه البيت يشربوا حاجة ويقعدوا شوية، وبعد كده لو الولد حب يمشي. والولد ما اعترضش لان هو ما كانش عارف ان جون محضر له كل انواع التعذيب اللي تتخيلها او ما تتخيلهاش. واول لما وصلوا البيت جون بدأ يحط للولد اللي اسمه جريجوري مشروب فيه منوم. المعلم خد البق من هنا وغاب عن الوعي، وهنا جون بدأ ياخد فرصته. ربطه بجنازير ورماه في البدروم بتاع البيت وسط الجثث، وبدأ يعذب فيه بكل الطرق المتاحة. بقى يقطع في جسمه بالسكاكين ويضربه بالمفكات ويصعق فيه بالصعق الكهربائي. وبعد مدة زهق منه وسابه. وبعد شوية رجع لقى الولد فاق وعمال بيصرخ وعايز يهرب. راح فضل يضرب فيه لحد ما غاب عن الوعي تاني، وعشان يتأكد ان هو مات راح جاب السكينة وفضل يطعن في بطنه وفي رقبته عشان يتأكد ان هو مات اكيد. بعد كده راح جون لفه بكاس بلاستيك ورماه في وسط الجثث. بعد الموضوع ده بسنة واحد اسمه جيفري ريجنال عمل بلاغ للشرطة وقال لهم ان في واحد خدره بحتة قماش وعليها مادة مخدرة. ولما فاق لقى نفسه مربوط بسلاسل وجنازير، ولقى نفسه مرمي حواليه جثث كتير جدا، ولقى واحد لابس لبس مهرج داخل عليه وفضل يضرب فيه لحد ما غاب عن الوعي. ولما فاق لقى نفسه في مكان مش عارف هو فين، بس اللي كان متأكد منه ان الجو كان برد قوي. فضل يطبش بايده لحد ما خرج فعلا واكتشف ان هو مدفون
تحت تلج، زي ما تقول ان اللي عمل فيه كده دوت كان فاكره مات ودفنه وطلع هو عايش. وطبعا المواصفات اللي وصفها للشخص ان هو كان شخص طويل، عينه خضراء، وكان لابس لبس مهرج، كل المواصفات ديت مواصفات جون. وفعلا الشرطه راحت تحقق معاه، لكن هو كان ذكي وقدر ان هو يخلع من الموضوع بشياكه. يمكن في كل المرات اللي جون قتل فيها وما اتمسكش كان الحظ واقف في صفه، لكن المرة دي حصل اللي جون ما كانش متوقعه. سنة 1978 في يوم الساعة كانت 9 بالليل، كانت سنة النهاية بالنسبة لجون. كانت أم روبرت بتوصل روبرت ابنها للصيدلية اللي هو شغال فيها، وهما ماشيين قال لها إن هو بعد الشغل عنده مقابلة مع واحد اسمه جون واين جيسي، وإن هو جايب له فرصة شغل حلوة جدا وهياخد $5 في الساعة، وطبعا ده كان ضعف المرتب اللي هو بياخده. أمه قالت له ماشي وما تتأخرش لأن النهاردة عيد ميلادها وعايزين يحتفلوا. الولد وصل للصيدلية وهي رجعت للبيت عشان تحضر حفلة عيد الميلاد، وفضلت قاعده طول اليوم مستنيه روبرت يرجع، لكن روبرت ما رجعش واتاخر جدا في الشغل. قلقت جدا عليه وراحت الصيدليه تسال عنه، لكن لا حس ولا خبر. وكمان قالوا لها ان هو خرج من الشغل بدري جدا، والمفروض ان هو لو عنده حتى مقابله شغل يبقى خلص ورجع. ساعتها الست خافت جدا على ابنها وكلمت الشرطه، ولما قالت لهم على اللي حصل وان هو كان عنده مقابله مع واحد اسمه جون واين جيزي، الشرطه شكت ان في حاجه غلط. تلقائيا الشرطه اتحركت على بيت جون، واول ما الشرطه دخلت البيت لقوا الولد اللي هم بيدوروا عليه، بس كان عباره عن جثه، والظاهر ان جون قتله وملحقش يخبيه. بسرعه اتقبض على جون والشرطه بدات تفتش باقي البيت، وفعلا لقوا 29 جثه لشاب مراهق في البدروم بتاع البيت، اللي رقبته موجوده واللي رقبته مش موجوده واللي صوابعه موجوده واللي رجله مش موجوده. لقوا حاجات مرعبه. وفي الاول جون كان بيحاول يبين ان هو مجنون علشان ياخد افراج، لكن هيئه المحلفين ما كانتش مقتنعه باللي هو بيعمله وخد حكم اعدام. وطبعا بعد لما جون عرف ان هو لابس اعترف بكل حاجه. اعترف ان ال 29 جثه اللي هم لقوهم في البيت دول هم جزء صغير جدا من الشباب اللي هو قتلهم، وانه قتل شباب كتير جدا رماهم في النهر اللي جنب البيت. بعدها جون قعد 4 سنين في السجن مستني تنفيذ حكم الاعدام. وفعلا الليله اللي قبل الاعدام طلب منهم الوجبه الاخيره ليه، وكانت عباره عن وجبه كنتاكي عاديه جدا، واخر كلمه قالها كانت كيس ماي اس، يعني اذهبوا الى الجحيم. اعدامي مش هيرجع حد من اللي ماتوا، ومش هتعرفوا مكان باقي الجثث مهما حاولتوا. وتاني يوم اتنفذ حكم الاعدام ومات جون، وساب اكتر من 30 ضحيه، وساب وراه اسر كتير جدا عايشه في حزن لحد النهارده. والشرطه قدرت ان هي تتعرف على جثث اغلب الضحايا ورجعوهم لاهلهم عشان يدفنوهم دفنه محترمه. وبقالهم اكتر من 25 سنه لحد النهارده بيحاولوا يتعرفوا على هويه باقي الجثث. قصه المهرج جون كانت زي الهام بالنسبه لمخرجين كتير، وعملوا افلام كتير ليها علاقه بقصته، وفي افلام تانية كتير زي فيلم إت مثلا مطلع لك دور الشرير مهرج، والفكره متاخده برضو من قصه جون. من الاخر جون غير نظره الناس عن القتله المتسلسلين، وان مش لازم القاتل دوت يبقى واحد شكله وحش او شكله عرباجي، ممكن يبقى شكله حلو، ممكن يبقى ناجح في حياته، ممكن يبقى عنده عيله، ممكن يبقى متجوز، ممكن يبقى مبسوط في حياته، ممكن يبقى بيزنس مان، ممكن يبقى شكله كويس وبيعرف يتكلم حلو، والاهم من كل ده انه ممكن يبقى عايش بينا او حوالينا واحنا مش واخدين بالنا. ولو انت بقى من الناس اللي عندها فوبيا من المهرجين يا ريت تسيب لي كومنت تحت عشان ابقى عارفك، ولو ما كانش عندك فوبيا وبقى عندك فوبيا من المهرجين بعد الفيديو ده برضو سيب لي كومنت خليني اعرف، فضول بس. ويلا سلام.